حكايات أمان. للصلح الأخير. مدينة 15 مايو. دخلوا يشربوا الشاي ويصلحوا اللي انكسر. خرجوا جثث في أكياس سودا. جلسة صلح عائلية في مدينة 15 مايو اتحولت في دقايق لمذبحة راح فيها 4 أنفس، والراجل اللي دعاهم بنفسه عشان الصلح هو اللي سحب السلاح وقلب المكان جحيم. ازاي حصل كده؟ وازاي الغضب قدر يطفي كل حاجة في ثواني؟ تعالوا نعيش الليلة دي مع بعض. حكاية النهاردة من حكايات أمال. ليلة 13 أغسطس الساعة حوالي 11:30. الشاي لسه بخاره طالع فوق الفناجين، والكلام ماشي في الصالون بحساب زي واحد ماشي على الحبل. في شقة هادية في مدينة 15 مايو العيلة اتجمعت. الطليقة رحاب قاعدة ومعها أخواتها وابنها، والمهندس جاي بنفسه عشان جلسة الصلح الأخيرة. الجلسة دي كانت آخر أمل. محمد أحمد خليل زوج بنت الخالة، راجل عنده 50 سنة، صاحب واجب، هو اللي دعا عليها بنفسه. عايز يطفي نار كانت بتكبر في السر من سنين، ويخلص حقوق معلقة مرة واحدة وإلى الأبد. هاني 45 سنة، قاعد بيحاول يهدي النفوس بكلامه الهادئ. أخوه أحمد 42 سنة، بيحاول يلطف الجو بأي طريقة. أما جنة الله البنت اللي عندها 22 سنة، فكانت واقفة بين نارين، نار إن العيلة تتبعد للأبد، وأمل إن الليلة دي تكون بداية جديدة. والمهندس قاعد هادي، هدوء غريب قوي، الشنطة قدامه مقفولة، وبيرد على الكلام بكلمات قصيرة شبه مش موجودة، كأن في حاجة جواه بتغلي وهو بيحاول يخبيها. هاني بصله وقال بهدوء: يا باشمهندس، إحنا أهل، واللي بينا أكتر من أي خلاف. الكلام كان بيروح ويجي، والشاي بدأ يبرد شوية شوية، وكل واحد في المكان كان فاكر إن الليلة هتنتهي بسلام. المشهد التاني، اللحظة اللي انقلبت فيها الدنيا. الساعة حوالي 1 الصبح، وفجأة الكلام اللي كان المفروض يداوي فتح أبواب الجحيم. العتاب القديم طلع، الصوت ارتفع، والمشادة بالأيدي حصلت في ثواني. المهندس وقف، نبرة صوته اتغيرت من الهدوء المريب لبركان محدش كان متوقعه. ما استناش، مد ايده وسحب السلاح اللي كان مجهزه ومدبره قبل ما يدخل الشقة أصلا. الأعيرة النارية بدأت تتطور زي المطر داخل الصالون الصغير. جنة الله حاولت تهرب ناحية الباب تستنجد، طلقة طيشة طلتها ووقعت على الأرض قبل ما توصل. هاني وأحمد اتصابوا وهم بيحاولوا يحموا أختهم، ومحمد اللي جمعهم عشان يصالحهم كان أول واحد يقع في دمه. الفوضى ملت المكان كله في ثواني. إياد وابنه عابد حاولوا يدفعوا الخطر بأي طريقة. عابد اتصاب في رجله، وإياد أخذ طعنة في ظهره في زحمة المعمعة، وحتى ابنة المهندس البيولوجية اتصابت بطلقة طيشة وهي بتهرب من الموت. في دقايق الصالون اللي كان مفروض يبقى مكان صلح بقى مكان موت. المشهد الثالث، لما الجيران صحوا على صريخ الموت الساعة حوالي 1:30 الصبح. في ثواني معدودة السكون غطى الشقة، بس الصريخ اللي طلع منها صح العمارة كلها من النوم. الجيران نزلوا يجروا على السلم، لقوا الباب مفتوح على مشهد يوجع القلب ويخلي الواحد يتجمد. ما ترددوش، هجموا على المهندس. واحد منهم مسك كرسي خشبي وشل حركته تماما، وفضلوا ماسكينه بقوة لحد ما رجال مباحث قسم 15 مايو وصلوا. أضواء عربيات الشرطة والإسعاف الزرقاء والحمراء ملت الشارع في فجر الخميس. النيابة نزلت، بدأت ترفع البصمات، تفرغ الكاميرات، وتؤمر بتشريح الجثامين ال4. راح في الليلة دي 4 أنفس: جنة الله الشابة الصغيرة، وإخوات رحاب هاني وأحمد ومحمد صاحب نية الخير، غير المصابين اللي شايلين جراح أبدية في أجسامهم وفي ذاكرتهم. أصعب حاجة في الحكايات دي مش بس اللي راحوا، أصعب حاجة هي الأسئلة اللي بتفضل عايشة ومحفورة في العقول بعدهم. ليه الغضب بياخدنا للنقطة اللي مفيش منها رجوع؟ وليه اللحظة اللي بنفكر فيها إننا بنحل بتتحول للمأساة اللي ملهاش علاج؟ التحقيقات لسه شغالة والأوراق بتتكتب، لكن الوجع خلاص اتمهر على الحيطان وعلى القلوب اللي فضلت. كنتم مع حكايات أمال، وإلى اللقاء في حكاية جديدة. حكايات أمال، حكاية من كل بيت جواها تفاصيل ما حد شاف. دي حكايات أمال.